السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طبق مكرونه معتبر. طبق مكرونه لو دقتيه هتدمنيه. طبق مكرونه احسن من اللي انت بتشتريه من بره. لو اول مره تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. متنسيش تعملي شير علشان الكل يستفيد، وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في التعليقات. وتعالي نشوف الطبق التحفه ده هنعمله ازاي. انا حطيت ميه كده في طبق استانلس او حله استانلس، وحطيت فيها رشه ملح علشان نحاج المكرونه متطلعش عادمه، وحطيت رشه من الزيت عشان المكرونه متتعجنش. يبقى الملح علشان نحاج المكرونه، والزيت علشان المكرونه متتعجنش. وسيبنا الميه تغلي كده زي ما انتوا شايفين، ونزلنا بالمكرونه. اي نوع مكرونه انت تفضليه حطيه، انا كان متاح عندي النوع ده فحطيته. واي كميه انت عايزه تعمليها طبعا اعمليها. يبقى اي نوع مكرونه انت حباه اعمليه، مش شرط المكرونه دي بالذات. حطيت كده في الطاسه نص كيس من البصل اللي انا مخزناها. اعمل لكم الفيديو اللي هو تخزن البصل ويقعد معاكي بالستة والسبع شهور في الفريزر عادي، وبيطلع طعمه عامل زي الطازه بالظبط. وبدات كده افككها من بعض عشان هي كانت تلج. وننزل كده بسم الله بمعلقه من السمن او من الزيت زي ما تحبي، المتاح عندك حطيه. ونبدأ كده نقلب فيها لغاية ما البصلة معانا تتحمر، مش تتحمر يعني تدبل كده وتصفر. زي ما انتوا شايفين كده، انا ما كنتش عارفه بصراحه احط الطماطم، فاتحرجت معايا حته علشان انا بصور يعني انا بصور بايد وبعمل بايد. وبدات كده احرك الطماطم دي. الصلصه يا جماعه بتاعت المكرونه. والتوابل عندنا فلفل اسود وملح ومكعب مرق الدجاج، وعندنا توم باودر وبصل باودر. طبعا اي توابل انت عايزه تحطيها حطيها. ونسيبها كده لغايه ما تتسبك معانا. شايفين كده بدأت تتسبك معانا والريحة تحفة. يعني انتوا لو حطيتوها على المكرونة كده بس هتلاقوا طعم المكرونة بطعم الفراخ، عشان المرقة بتدي نكهة الفراخ في المكرونة. وانا كان عندي هنا طبق صغير كده من اللحمة المفرومة، فحبيت ان انا احطه عليه كده عشان يدي طعم. طبعا اختيار، انت عايزه تحطي حطي، مش عايزه تحطي كفايه انك تحطي مرقه في الخلطه بتاعه الطماطم دي، هتديك طعم الفراخ بالظبط. كده المكرونه استوت معايا وصفيتها، وبدات كده انزل بالصلصه زي ما انتوا شايفين على المكرونه، وبدات اقلبها كويس خالص. مكرونة مش هتاخد معاك 10 دقايق، سريعة جدا ومنجزة جدا في يومك. لو ان شاء الله هتعجبكم. انا باذن الله هنزل لكم سلسلة كبيرة خالص من المكرونات، اعمل لكم انواع مكرونة كتير وبوصفات مختلفة. ما تنسيش بقى تعملي اشتراك في القناة علشان تشوفوا كل فيديو هنزله جديد. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات، وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. هشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.